أسعد الله أوقاتكم مستمعين الأعزاء. موجز لأهم الأخبار سأقدمها لكم أنا ندى إبراهيم من إذاعة هيفي اف ام، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. رجل يضرم النار في جسده بكوباني. هجمات متواصلة من قبل الجيش التركي وتنظيم الدولة الإسلامية في كوباني. الطيران الروسي يقصف 94 هدفا خلال 24 ساعة في سوريا. داعش يعدم 3 بتفجير أعمدة في المدينة الأثرية بتدمر. قتيلان و19 جريحا بتفجير انتحاري استهدف مسجدا في نجران. سلسلة زلازل تهز أفغانستان وباكستان والهند. مرحبا بكم أعزائي المستمعين وإليكم التفاصيل. أضرم رجل النار في بدنه أمام مقر مقاطعة كوباني ردا على منع الالتقاء بابنته التي انضمت إلى وحدات حماية المرأة مؤخرا، وعلى أثر ذلك تم إسعافه إلى المشافي في شمال كردستان. هذا وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها إن المواطن فيصل مصطفى هجانو من مواطني كوباني أضرم النار في بدنه أمام مقر مقاطعة كوباني ردا على رفض الالتقاء بابنته التي انضمت إلى وحدات حماية المرأة، وقام عناصر بإطفاء النار قبل أن تؤدي إلى مقتله، وعلى الفور أسعف إلى المشافي في شمال كردستان. وذكرت عائلة مصطفى أن وضعه الصحي لم يتجاوز مرحلة الخطر، مشيرة إلى أن رده جاء على رفض بعض المسؤولين الالتقاء بابنته التي انضمت مؤخرا إلى وحدات حماية المرأة بعد المحاولة أكثر من مرة الالتقاء بها. تعرض موقع جديد لوحدات حماية الشعب اليبكي أمس الاثنين إلى استهداف من قبل الجيش التركي لليوم الثالث على التوالي بحسب ما أعلن مركز الإعلام في وحدات حماية الشعب. الوحدات قالت في بيان مساء أمس: تتواصل هجمات الجيش التركي على مواقع تمركز وحداتنا على الخط الحدودي لمقاطعة كوباني، والتي كانت قد بدأت في 24 من شهر تشرين الأول الجاري. لفت البيان في ختامه إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية استهدف بقذائف الهاون بعد ظهر اليوم فيما بين الساعة 2 و3 قرية مغرة التابعة لبلدة عين عيسى في مقاطعة كوباني دون أن يذكر تفاصيل أخرى. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إن الطائرات الروسية نفذت 59 طلعة جوية وضربت 94 هدفا في 24 ساعة في محافظات حماة وإدلب واللاذقية وحلب وفي ضواحي العاصمة دمشق. وقال الجيش إنه قصف 285 هدفا في الأيام الثلاثة الماضية. يذكر أن الطيران الروسي قصف مواقع لكتائب الجيش السوري الحر في مناطق عدة بسوريا، والتي تقدم القوات الجوية الروسية غطاء جويا لعدد من الهجمات البرية الكبرى التي ينفذها جيش النظام السوري المدعومة بميليشيات شيعية إيرانية ومقاتلي حزب الله اللبناني. قام مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية بإعدام 3 أشخاص في المدينة الأثرية بتدمر وسط سوريا عبر تقييدهم ب3 أعمدة وتفجيرها بهم، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء الاثنين. وقال المرصد في بريد إلكتروني أن التنظيم المتطرف أقدم على تفجير أعمدة في المدينة الأثرية بتدمر، لافتا إلى أن عناصر التنظيم عمدوا إلى ربط 3 أشخاص كانوا معتقلين لديهم وقيدوهم إلى الأعمدة في القسم الأثري من تدمر، وقاموا بإعدامهم عن طريق تفجير هذه الأعمدة. وبحسب المصدر فإن هذه المرة الأولى التي يقوم فيها التنظيم بإعدام أشخاص بهذه الطريقة.
وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في 21 أيار مايو على مدينة تدمر المدرجة على قائمة منظمة يونسكو للتراث العالمي والواقعة في محافظة حمص، وقد عمد إلى تدمير العديد من معالمها وآخرها تفجيره قوس النصر الشهير. فجر انتحاري نفسه داخل مسجد في نجران بالسعودية أثناء صلاة المغرب بحسب ما ورد من معلومات، ونتج عن التفجير الإرهابي مقتل شخصين فيما جرح 19 آخرون على الأقل. وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه بعد انتهاء المصلين بمسجد المشهد بحي دحضة بمدينة نجران الذي يقصده أتباع الطائفة الإسماعيلية من أداء صلاة مغرب الاثنين، وعند شروعهم في الخروج من المسجد أقدم شخص يرتدي حزاما ناسفا بالدخول إلى المسجد وتفجير نفسه بينهم، مما نتج عنه استشهاد أحد المصلين وإصابة عدد منهم ونقلهم إلى المستشفى. لقي 27 شخصا مسرعهم في سلسلة هزات أرضية ضربت مناطق واسعة في أفغانستان وباكستان والهند، وشهد شمال شرق أفغانستان الزلزال الأقوى حيث سجلت 8 درجات على مقياس ريختر، مما أدى إلى مقتل 11 طالبة وإصابة 20 شخص بجروح، فيما قتل 16 في باكستان التي شهدت مدن عدة هزات متتابعة، الأمر الذي تسبب بانزلاقات أرضية وانهيارات. ووصل الزلزال إلى الهند بقوة 7.7 ريختر حيث اهتزت مباني العاصمة نيودلهي، كما شعر سكان نيبال بالزلزال الذي ضرب البلدان المجاورة. من جهتها أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق 196 كيلومترا وعلى بعد 82 كيلومتر جنوب شرق مدينة فيض آباد عاصمة إقليم بادغستان الجبلي شمال شرقي أفغانستان. نهاية النشرة، شكرا على حسن الاستماع.